مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان. خلونا نفهم موضوع الإيجار القديم اللي عامل جدل كبير دلوقتي، لأن اللي حاصل مش قانون اتطبق وخلاص، ده مشروع قانون نائب في البرلمان بيجهز يقدمه. وفكرته الأساسية إنه بيحاول يعمل توازن جديد بين المالك والمستأجر، من غير ما الموضوع يقلب لتشريد أو ظلم لطرف على حساب طرف. أول نقطة محورية في المشروع ده إنه بيطالب بإلغاء فكرة إن في إخلاء بعد مدة محددة زي اللي كان مطروح قبل كده، 7 سنين للوحدات السكنية و5 سنين للغير سكني. الفكرة هنا إن تحديد مدة وإخلاء بعدها بيعمل ضغط ضخم، لأن ببساطة مفيش بدائل سكنية جاهزة لكل الناس في نفس التوقيت، وده بيخلي الأزمة أكبر بدل ما تتحل. ومش بس كده، المشروع كمان شايف إن موضوع إن الدولة توفر وحدات بديلة للمستأجرين في نفس الملف ده حمل كبير ومش واقعي وبالشكل اللي يخلي الناس مطمنة، فبيطالب بإلغاء البند ده أصلا. تاني نقطة مثيرة، موضوع تصنيف الوحدات أو المناطق لدرجات زي متميز ومتوسط واقتصادي. المشروع بيرفض التصنيف ده تماما، وبيقول إن ده تمييز بين الناس، وإن شقتين في نفس العمارة مش منطقي يبقوا في قانونين وسعرين لمجرد مسميات. وبيشوف كمان إن المناطق نفسها بتتطور بمرور الوقت وسكانها جزء من التطور ده، فمش منطقي تفضل متصنفة بشكل جامد يظلم الناس. طيب بالنسبة للإيجار نفسه، المشروع ما قالش نفضل زي ما احنا، بالعكس بيتكلم عن زيادة قيمة الإيجار لكن بطريقة محسوبة تعتمد على تاريخ إنشاء المبنى وتاريخ عقد الإيجار مع شرائح. يعني العقود اللي إيجارها قليل جدا تبقى زيادتها أكبر تدريجيا عشان نقرب للأرقام المنطقية من غير صدمة مرة واحدة. وفي نقطة قانونية مهمة جدا، المشروع عايز توحيد جهة التقاضي في نزاعات المالك والمستأجر، يعني بدل ما القضية تفضل تلف بين جهات مختلفة يبقى المسار أوضح وأسرع في الحسم. وأخيرا، المشروع بيركز على فكرة إن الامتداد يكون مرة واحدة والجيل واحد، بما ينسجم مع أحكام المحكمة الدستورية من غير ما يتحط عدد سنين للإخلاء في السكن بالشكل اللي يعمل قلق اجتماعي واسع. الخلاصة، احنا قدام مقترح برلماني لسه هيدخل النقاش، واللي جاي هيكون شد وجذب قوي جدا بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين. والسؤال اللي لازم كل الناس تجاوب عليه بهدوء، ازاي نحقق عدالة حقيقية من غير ما حد يخسر بيته او يتظلم في ملكه؟